الأطفال أحيانا بيشوفوا ويسمعوا حاجات احنا مش شايفينها، مش لأن خيالهم واسع، لكن لأنهم لسه ما تعلموش يكذبوا. اللي جاي مش قصة رعب متألفة، دي جمل قالها أطفال بكل براءة وسابت وراها أسئلة محدش عارف يجاوب عليها. والمرعب أكتر إن في قصة منهم حصلت لي أنا شخصيا، وممكن تكون حصلت ليك أنت كمان بس عمرك ما خدت بالك. قبل ما نبدأ اعمل لايك واشتراك في القناة وحط سماعاتك وركز معايا عشان هنبدأ الحكاية. أول قصة بتقول الموضوع بدأ في يوم عادي جدا، كنت بوضب البيت. بنتي مريم عندها 5 سنين كانت بتلعب حواليا وكنت بكنس السجادة، وفجأة حسيت بحد واقف ورايا. لفيت لقيت بنتي مريم ما كانتش بتلعب، كانت واقفة مربعة ايديها وبتبصلي بصة غريبة، بصت حد كبير. فجأة من غير أي مقدمات لقيتها بتقرب مني وبتقول لي بصوت هادي قوي انتي احسن ماما حصلت ليا لحد دلوقتي. انا في اللحظة دي ضحكت، بستها وقلت لها ربنا يخليكي ليا، بس انا مامتك الوحيدة اصلا. وهنا كانت الصدمة، مريم ما ضحكتش، ملامح وشها اتغيرت تماما، البراءة اللي كانت في وشها اختفت وحلت مكانها برودة غريبة. بصت ليا بنظرة خلتني اتكسف اني ضحكت اصلا، وبعدين لفت ظهرها وبدأت تمشي ناحية الباب. مشيتها كانت تقيلة، وقبل ما تخرج وقفت ثانية واحدة ومن غير ما تبص وراها، وسمعت صوتها كان واطي بس في نفس الوقت واضح، وكانت بتكلم نفسها. كلهم كانوا بيقولوا كده. انا وقفت مكاني، ايدي نملت، حاولت انادي عليها صوتي ما طلعش. مين كلهم؟ ومريم شافت مين قبلي عشان تقارن. حاولت اقنع نفسي انها سمعت الجملة دي من التلفزيون وبتكررها عادي، بس النظرة اللي في عينيها دي ما كانتش نظرة طفلة عندها 5 سنين. ومن ساعتها وانا بحاول افهم بنتي كانت بتتكلم عن ايه. اسمع القصة اللي جاية دي كويس، لان كل كلمة من القصة الجاية حصلت حقيقي. وانا قاعد بتفرج على التلفزيون زي كل يوم، بنت سلمى عندها 4 سنين كانت قاعدة في اوضتها بتلعب بالعرايس. سمعت صوت دندنة، ركزت شوية مع الصوت. الصوت كان جاي من اوضة الاطفال. سلمى كانت بتغني. في الاول ما خدتش بالي، بس لما ركزت في اللحن حسيت برعب. دي كانت اغنية قديمة، الاغنية دي امي الله يرحمها كانت بتغنيها ليا وانا صغير عشان انام. امي ماتت من 5 سنين، يعني قبل ما سلمى تتولد اصلا، ومحدش في البيت بيغني الاغنية دي. طفيت التلفزيون ورحت ليها بسرعة، لقيت سلمى بتسرح شعر العروسة وبتغني بانسجام غريب. قلت ليها وانا ببلع ريقي سلمى حبيبتي انت اتعلمت الاغنيه دي من مين؟ سلمى رفعت راسها وبصت ليا بابتسامه صافيه بكل براءه، قالت جدتي طبعا، هي بتيجي كل ليله قبل ما انام وتقعد تغنيها ليا. حاولت اتملك اعصابي وقلت لها وجدتك دي شكلها عامل ازاي يا سلمى؟ سلمى كملت لعب بالعروسه وردت بكل بساطه مش عارفه اشوف وشها قوي يا بابا، اصلها دايما بتفضل واقفه هناك في الضلمه في الركن اللي جنب السرير، ومن الليلة دي أنا باخد سلمى تنام جنبي واسيب نور الشقة كله مفتوح، ومستحيل أدخل أوضتها بالليل لوحدي. آخر قصة دي لسه حاصلة قريب لما عزلنا ورحنا شقة جديدة. كنا فرحانين جدا، أخيرا شفنا شقة واسعة وكل عيل من العيال هيبقى ليه أوضة. جهزت البنت ياسمين أوضتها. ياسمين عندها 5 سنين وكانت طايرة من الفرحة. أول ليلة في الشقة دخلت عشان أطمن عليها، لقيت السرير فاضي. اتخضيت، دورت عليها في الأوضة كلها وفي الآخر لقيتها نايمة على الأرض جنب السرير. استغربت جدا، شلتها وحطيتها على السرير وغطيتها. تاني يوم نفس الحكاية، دخلت لقيتها سايب السرير ونايمة على الأرض. وتالت يوم الموضوع بيتكرر. في اليوم الرابع انا اتنرفزت، مسكتها من كتفها وقلت لها ياسمين انت ليه مش عايزه تنامي على السرير بتاعك وبتنامي اصلا ليه على الارض؟ ياسمين جسمها اتنفض، عيونها دمعت وبصت حواليها بخوف وكأنها خايفة حد يسمعها. قربت مني وهمست بصوت واطي قوي، انا بحاول انام يا بابا بس البنت اللي كانت ساكنة هنا قبلنا بتيجي كل ليلة. انا حسيت ببرودة غريبة في الأوضة وقلت لها بنتي مين؟ انت بتقولي ايه ياسمين؟ عيطت وقالت بتصحيني
وبتقول لي قومي من هنا ده سريري، وانها عايزاني امشي فورا. انا ما قدرتش انطق وخدت البنت في حضني وطلعنا بره الاوضه. تاني يوم الصبح نزلت سألت البواب وحاولت أجرجر الجيران في الكلام من غير ما بان إني مجنون. عرفت إن الشقة دي فعلا كانت ساكنة فيها عيلة قبلنا، وإن كان عندهم بنت في نفس سن ياسمين، والبنت دي ماتت وهي نايمة بطريقة غريبة وعلى نفس السرير وفي نفس المكان. وطبعا مش محتاج أقول لكم إحنا عملنا إيه. إحنا مشينا وسيبنا الشقة بالعفش، ودلوقتي ساكنين في شقة تانية، وياسمين لسه بتخاف تنام لوحدها. دول كانوا 3 قصص أبطالهم أطفال ما بيعرفوش يكذبوا. يمكن خيالهم واسع جايز، ويمكن بيشوفوا حاجات إحنا يا كبار عاجزين إننا نشوفها برضو جايز. المهم المرة الجاية لما طفلك يجي يقولك كلمة غريبة أو يشاور على ركن ضلمة في الأوضة، بلاش تضحك عليه، علشان احتمال كبير يكون شايف حاجات واقفة وراك حالا.